السلام عليكم. انا النهارده جايه عشان اخد رايكم في حكايه هحكيها لكم. حكايه طويله شويه بس اعتقد كلنا قابلناها. كان ليا جار قلبه كبير، دايما كان بيحب يساعد المحتاج. جاري ده كان عنده شركه، والشركه دي كانت دايما بتحتاج موظفين كتيره جدا، بس كان دايما بيجيله اطفال غلابه. عارف انت الاولاد اللي بيخبطوا على ازاز العربيه كده واديني حسنه وكده، هم كانوا بيعملوا كده بالظبط. المهم كانوا بيصعبوا عليه جدا، وكان بيساعدهم ويقولوا في نفس الميعاد يطلبوا منه الحسنه اللي هم بيطلبوها. على العكس تماما، جاري ده كان بيجيله اطفال صغيرين بيطلبوا منه ان هم يشتغلوا عنده، ودايما كان بيرفض. والاطفال اللي كانوا بييجوا ياخدوا الحسنه بقوا بيقعدوا في البيت اللي شكله حلو جدا ده، فاتحين الشباك ينادوا عليه يطلبوا منه الحسنه. وبعد شوية أصحابهم كمان عرفوا هم ازاي بيجيبوا فلوس كتيرة قوي كده، عرفوا الطريق كان جاري، لحد ما نادوا كل أصحابهم واستسهلوا كلهم وبقوا قاعدين في عمارة واحدة كلهم فاتحين الشبابيك بينادوا على جاري ده عشان يديهم الحسنة. مهم بقى، انتوا فاكرين الأطفال الصغيرين اللي كانوا بيروحوا عشان يطلبوا منه يشتغلوا عندهم؟ الأطفال دي كبرت وكملت تعليمها وحبت انها تشتغل في المكان الكبير جدا بتاع جاري ده، ولكن للأسف جاري حط لهم شروط كتيرة جدا، ومقابل الشروط دي اداهم مرتب ضعيف جدا، وقال هو ده اللي عندي، لو مش عاجبك ما تشتغلش عندي. مرة كلمت جاري ده وطلبت منه ان هو يزود شوية المرتبات للناس اللي بيشتغلوا عنده، لان الدنيا بقت غالية على الناس كلها. قال هو ده اللي عندي، والخدمة اللي هو بيقدمها لي يدوب تساوي المرتب اللي هو بياخده ده. قال لي انا حر، فلوسي وانا حر فيها. ومع ذلك جاري لسه زي ما هو بيدي كل الاولاد اللي بينادوا عليه من الشباك فلوس مقابل لا شيء، مقابل ان هم بس قاعدين في الشباك شكلهم حلو وبينادوا عليه وبيقولوا له كلام لطيف. الولد اللي كان عاوز يشتغل عنده ما كانش بيقوله له، هو بس كان عاوز يشتغل. فبدأ الاولاد اللي كانوا عاوزين يشتغلوا يحسوا بتخبط، بيقولوا طب احنا ليه احنا كمان ما نفتحش الشباك وننادي عليه، يمكن ساعتها يساعدنا. تفتكروا هم لو عملوا كده هيبقوا صح؟ قولوا لي لو انتوا مكانهم ممكن تعملوا ايه؟ شايفين ان جاري ده ايه الدافع اللي ممكن يكون بيخليه بيعمل كده؟ ايه الحاجة اللي بتخليه بيقدم فلوس كتيرة جدا مقابل لا شيء، وفي نفس الوقت ما بيقدمش المبلغ المطلوب مقابل السيرفيس اللي بياخدها؟ والحقيقة دي مش حكاية جاري، ودي مش حكاية الأطفال، دي حكاية حقيقية كلنا عارفين.